ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان وفي مصر والوطن العربي، ومن هذه الاجواء الجميله والاحتفاليه النهارده مهرجان ابلكيشن لحد البيت. وسعدنا وشرفنا بقى ان نلتقي بالمخرج العالمي صديقي العزيز الغالي، طبعا العالمي احنا كده عرفنا مين، هنتكلم عن اشرف عويس. اهلا وسهلا بيك يا استاذ اشرف، ومنور الدنيا ومنور الاجواء كلها. حبيبي يا دكتور، انت عامل ايه؟ قلبي واخبارك حبيبي في البدايه بنرحب بيك ونقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه مولد النبي. حبيبي كل سنه وانت طيب. طيب طبعا. طيب. احكي لنا بقى النهارده عن الاجواء الجميله والتنظيم كان عامل ازاي، وايه الكورسات الجميله اللي اتقدمت النهارده من خلال الايفنت. اليوم حلو والناس كلها ماشيه مبسوطه يعني عدى بخير الحمد لله. ولسه عندنا بكره برضو ماشي، وفي مفاجاه تاني. هم يومين عشان نوضح للساده المشاهدين. يومين عندنا يومين لسه، عندنا بكره وعندنا مفاجاه برضو يوم 30. يوم تمام. 30/10 في ايفنت تاني، بس طبعا مش قادر احدد الاسم دلوقتي عشان انت عارف ايه، عشان صاحبه. صح حبيبي حبيبي يا استاذ اشرف. حبيبي يا باشا. احكي لنا برضو ايضا النهارده مين اللي حضر النهارده من الايفنت. لا هو اللي حضر كتير عشان بس ما ينفعش، انت عارف يا استاذ وائل انا ما ينفعش اذكر اسامي عشان ممكن انسى اسم حد يزعل مني بتاع، ما ينفعش. بس يعني مختلف المجالات من تمام، ممثلين صحفيين مذيعين واصحابنا. ايوه من كل حاجه. تمام. في ميك اب ارتست كتير قوي، حتى اتعرفت على مجموعه حلوه اول مره اشوفهم. ناس بالصلاه على النبي عليهم يعني شغالين صح. ما ناس حلوه يعني. صح. بكره ان شاء الله اليوم الثاني للايفنت ان شاء الله باذن الله هيبقى في فقرات برضو نفس النهارده زي نفس الحوار. تمام. نفس الحوار بالظبط. عندنا كورسات الصبح ميك اب، وعندنا كورسات انت عارف ما بعرفش في في كورسات برضو من البدايه، يعني مثلا من الساعه 11 كده الصبح بيبدا في كورسات الاول، بعد الكورسات بيبقى في منتجات، وبعد الساعه 5 ان شاء الله يعني ان شاء الله بالتوفيق والمزيد من النجاح. دايما متالق ودايما بتمتعنا باخراجك الجميل لكل ايفنت ليك بصمه. اشرف عويس، تحياتي ليك وكل سنه وانت طيب ومزيد من النجاح والتالق، وان شاء الله لينا لقاءات اخرى دايما مع بعض باذن الله كل ايفنت. حبيبي شكرا ليك. تسلم لي قلبي.